ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا جايه لكم النهارده باكله كلكم بتحبوها. صباحكم ولا مساءكم زي الفل، لانها المسقعه دي مفيش اي حد لما بيحبها، وانا عاملاها بطريقه جميله وهتعجبكم خالص. شايفين البتنجان انا قاعده بحمره؟ ايه رايكم؟ شكله جميل صح؟ وبعدين ايه اسمها بقى؟ ايه الاكله دي؟ اسمها اكله سوسو او مسقعه سوسو. ايه رايكم في مسقعه سوسو؟ جميله، هي حلوه، والاكله بصراحه هتعجبكم قوي قوي قوي، وهتنول اعجابكم قوي. هي اكله جميله، هي اكله، بص هقول لكم على حاجه، هي اكله من قديم الازل، بس ايه ابتدت تتطور وتبقى حلوه. انا بس حبيت ايه اشارككم الخطوات. ماشي اوكي. حطيت الزيت، دلوقتي بقى هدخل في مرحلة التومة. احمر التومة، احمر التومة لما ريحتها تبتدي تطلع. شايفينها؟ اما احمر التومة بقى اكون انا مجهزة الكزبرة الناشفة، عشان هي التكة بتاعتها هي الكزبرة الناشفة، بتديها طعم رائع، بتخليها جميلة. وانا مقطعه الطماطم اهيت اللي انا هحطها، بس انا احمر ايه، اشوح شويه في التومه عشان يبقى الطعم حلو. بعد ما اشوح التومه اشوحها شويه كده، بعد ما اشوحها شويه وتبتدي تطلع الريحه بتاعتها، ابتدي اخد الكزبره الناشفه. اديني حطيت الكزبره الناشفه، حط بتاع معلقتين 3 عشان بتديها طعم حلو قوي. وابتدي ايه اشوح فيها عشان تبقى ايه، تبقى حلوه. المسقعه دي اسمها مسقعه سوسو، هتعجبكم والله قوي قوي قوي، وعايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في مسقعه سوسو، هتعجبكم ولا مش هتعجبكم؟ بالطريقه هي بصراحه اكله هايله. دلوقتي خلاص احنا حمرنا التومه والكزبره الناشفه، هنجيب بقى ايه الطماطم اللي انا ايه مقطعاها. خدوا بالكم انا مقطعاها صغير خالص عشان تبقى طعمها حلو. انا هنزلها دلوقتي على هنزلها دلوقتي وابتدي ايه اتنيني اشوح فيها. تنيني اشوح فيها لغايه ما تسرد ميتها خالص، وتحسوا انها يعني ابتدت تنشف، بس هي مش هتنشف، هي هتعجبكم قوي والله. هنحط عليها ايه دلوقتي؟ هنخليها لما ايه تتعمل خالص وندوق ملحها، شويه ملح صغيرين. المسقعه دي بقى ممكن الصبح وانت قاعد بتفطر تحطها جنب اكلك، ممكن الظهر وانت بتتغدى تحطها جنب اكلك، وان شاء الله الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا جدا. عرفتوا بقى اسمها ايه؟ اسمها مسقعه سوسو. انا بقى ايه هخلص ديت. بصوا يا جماعه انا دلوقتي قاعده بسبك الطماطم. انتوا بجد والله العظيم هتدعوا لي، الطريقه اللي انا عاملاها طريقه جميله، واحلى حاجه توصلت لها يعني. بصوا يا جماعه هي اتسبكت اهيت، بقت جميله وهتعجبكم والله خالص.
سبكت خالص. هننزل بقى عليها البتنجان اللي انا عملته، هننزل عليها دي. هتعجبكم قوي والله، والطريقه هتبقى هايله يعني، وهتعجبكم، هتنول اعجابكم ان شاء الله. نقلب بقى المسقعه عشان تاخد الطعم وتندمج. قلبت بقى البتنجان على بعضه، شايفينه، ونسيبه بقى يغلي مع بعضه. وبعد ما يغلي نقوم جايين طافيين على المسقعه. ويا جماعه هتعجبكم جدا. اتمنى لكم كده ان شاء الله يوم سعيد جميل مع مسقعه سوسو، واوعوا تنسوا ما تجربوهاش، هتعجبكم جدا. ماشي يا حبايبي، انا دلوقتي بقى يا جماعه هغرف الاكل. هغرفه سخن، في بيحب ياكل سخن ياكل، اللي بيحبه ساقع ياكل. وتعالوا يا جماعه كلوا معايا، هتاكلوا احلى بتنجان. يا ريت بقى بعد اللي يتفرج معايا على الفيديو يجيب بتنجان ويعمله زي ما انا عملته. وحطيت معاه فلفل اخضر جميل في وسطيه. والاكله دي هتعجبكم، وان شاء الله هقول لكم اكلات كتيره جايه باذن الله وهتعجبكم. انا بجرف اهوت الطبق اهو اللي انا غرفته. ايه رايكم؟ وبالهنا والشفا. ان شاء الله هقابلكم في فيديوهات تانية كتيره ان شاء الله.